النهارده هنتكلم عن الذاكرة وازاي الذكريات بتتخزن وليه في ذكريات بتختفي وازاي كمان نحافظ على الذاكرة. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنتكلم عليها هي الذاكرة العاملة. ممكن نقول إنها عاملة زي الهاردوير أو العتاد الداخلي بتاع دماغك، زي فكرة الرامات بالظبط، بتخزن المعلومات اللي سمعتها أو قريتها لوقت قصير. مثال بسيط، لو حد هيمليك رقم تليفون وانت لسه ما كتبتوش، الرقم ده بيفضل عايم في دماغك شوية، بس لو حد قال لك اكتر من رقم تليفون هنا دماغك بتعمل ايرور. ليه؟ والعلماء بيقولوا ان متوسط سعة الذاكرة عند الانسان الطبيعي حوالي 7 عناصر في نفس الوقت، يعني تقدر تحفظ في دماغك من 5 ل9 عناصر بس. علشان كده لو بتحاول تحفظ رقم طويل من غير ما تقسمه، دماغك هتقول لك مفيش مساحة. وهتلاحظ كمان نفسك بدل ما تقول رقم التليفون 0 1 0 2 5 كده 5 عناصر، لكن انت بتقول 0 10 25 كده عنصرين بس. طب ايه هي المواقف وعلامات ضعف الذاكره العامله؟ من علامات ضعف الذاكره دي مثلا لما تدخل المطبخ وتنسى انت دخلت ليه اصلا، او زي ما حد يسلم عليك وتقول له حبيبي او يا عمده او اي حاجه وده علشان انت مش فاكر اسمه. وزي كمان لما حاجتك تضيع زي المفاتيح او التليفون وغالبا بتبقى شايلهم في ايدك وبتدور عليهم، او تبدا مثلا في حاجه وتسيبها في نصها، زي مثلا ما تحطي الاكل على النار وتفتكريه بعد ما شميتي ريحه الشياط. الموضوع فعلا مش بسيط وده ممكن يكون السبب في كارثه. طب انت هتسيبني كده من غير ما تقول لي هعمل ايه؟ لا طبعا، لو انت متابعني هتعرف اني بقول لك المشكله وحلها. طب ازاي نحسن الذاكره العامله؟ رقم واحد، استخدم حواسك زي السمع، يعني قول الحاجه بصوت عالي حتى لو هيبان انك بتكلم نفسك زي بتوع العباسيه. وممكن كمان تستخدم حاسه البصر، بمعنى تخيل الحاجه كانها فيلم او حد بيحكي لك قصه، يعني من الاخر حولها لمشهد خيالي في دماغك. وحاول كمان تخلي المشهد ده اكن الحاجه دي ليها ريحه علشان تثبت اكبر وقت ممكن. ويا سلام كمان لو استخدمت حاسه اللمس. طب لو هي الحاجه دي مش ملموسه، اتخيل ان ليها ملمس معين. طب لو هي ليها ملمس يبقى كده خلاص تمام. ممكن كمان تعزز كل ده بالكتابه، لان كل ما بتكتب الحاجه بتفضل اكتر وقت ممكن محفوظه في دماغك. يبقى كده استخدمنا حاسه السمع والبصر والشم واللمس، يعني من الاخر لو واحده خيشت الباقي هيفكروا. ندخل على رقم 2، الروتين والتنظيم. خلي عندك عاده ثابته، مثلا بحط المفاتيح في نفس المكان، مش كل مرة تحطها في مكان شكل وترجع تدور عليه. وحاول كمان من أول ربع ساعة في يومك تخطط أنت هتعمل إيه وتكتبه مثلا في نوت على التليفون. لما تخلص كل حاجة وتمسحها من على النوت دي، ده بيديك إحساس بالإنجاز وإن يومك ليه لازمة، مش مجرد يوم عدى وخلاص. طب تعالوا ناخد الموضوع على أوسع شوية. افتكر معايا كده ذكرى قريبة أو موقف قريب زي خروجة مع أصحابك أو أول يوم مرة ركبت فيه العربية لوحدك. أكيد لو افتكرت الحاجة دي بتحس إن الموقف ده لسه قدامك كأنه فيلم بيتعرض. طب أقول لك على حاجة تانية، جرب كده تفتكر غداك كان إيه من 3 أسابيع. صعب صح؟ يمكن كمان مش فاكر أنت اتغديت فين. طب ليه دماغنا بتخلي ذكريات معينة حاضرة وقوية وذكريات تانية بتتبخر في ساعتها؟ وده هيودينا برضو لسؤال مهم، ازاي اصلا الذكريات بتتخزن؟ كل حاجة بتحصل حوالينا، صوت، صورة، ريحة، بتدخل دماغنا على هيئة نبضات كهربائية بتمر بسرعة من خلال حاجة اسمها شبكة الخلايا العصبية. في الأول المعلومة دي بتروح على حاجة اسمها الذاكرة قصيرة المدى، زي لما حد يقول لك رقم تليفون وتكرره كذا مرة عشان ما تنساهوش. بس لو المعلومة دي مهمة زي اسم شخص جديد مهم عندك أو أول يوم في الشغل، ساعتها بنروح للمرحلة التانية وهي ذاكرة طويلة المدى. ودي بتحصل بفضل جزء في المخ اسمه هيبوكامبس، وده زي موظف الارشيف بيقرر ايه اللي يتخزن وايه اللي يتشال. وبعد ما المعلومه تعدي من موظف الارشيف بتتوزع في كذا مكان في الدماغ، يعني مفيش خزنه ذكريات واحده، كل نوع من المعلومات بتتخزن في مكان مختلف. ابسطها لك، مثلا الصور بتتخزن في مناطق ليها علاقه بحاسه البصر، والاصوات في مناطق ليها علاقه بحاسه السمع. طب والمشاعر بتتخزن فين؟ بتكون مرتبطه باماكن زي ايميجدولا، وده جزء صغير جدا في الدماغ. المهم الخلايا العصبية بتتواصل مع بعض عن طريق نقاط الاشتباك العصبي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ الخلايا العصبية مش بتكون متوصلة مباشر ببعض، لا، في ما بينهم فجوة صغيرة اسمها نقطة الاشتباك العصبي. وعلشان الإشارة دي تعدي من خلية للتانية بتتنقل عن طريق مواد كيميائية اسمها النقلات العصبية. يعني كل خليتين بيبعتوا إشارة لبعض بشكل متكرر، الرابط ما بينهم بيبقى أقوى. ببساطة يعني كل مرة تذاكر معلومة أو تعيدها انت فعلا
فعلا بتخلي الروابط ما بين خلايا المخ اقوى، وبالتالي بتبقى اثبت واسرع في الاستدعاء. انت دلوقتي قلت اثبت واسرع، اثبت علشان بكرر المعلومه، اسرع بقى ازاي؟ هقول لك. فاكر اول مره سوقت فيها عربيه؟ اكن الموضوع عامل زي فيديو سلو موشن، لكن لو مثلا بقالك سنه بتسوق الموضوع ساعتها هيبقى اسرع بكتير، لان الاشارات بقت هي كمان حافظه الطريق اللي هتمشي فيه. طب ايه هي اسباب ضعف الذاكره؟ رقم واحد، العمر. وانت بتكبر في السن الروابط العصبيه اللي ما بين الخلايا بتضعف، وكمان انتاج المواد الكيميائيه اللي بتساعد الخلايا هي كمان بتقل، والنتيجه الصعوبه في حفظ معلومه جديده او كمان استعاده ذكرى قديمه. رقم اتنين، الحاله النفسيه والجسديه. لو انت مش مركز او مش مهتم، هنا دماغك مش هتعتبر ان المعلومه دي مهمه اصلا في الاساس. رقم ثلاثة، الاكتئاب. اللي بيعانوا من الاكتئاب عندهم مشاكل في الذاكره بنسبه اعلى، حوالي 40%. كمان التفكير المستمر في الماضي المؤلم بيخلي دماغك مشغوله ومش قادره تسجل كل جديد. ندخل على رقم أربعة، العزله. الوحده عامله زي الحرامي اللي بيسرق كل يوم من الذاكره بتاعتك. وفي دراسه من جامعه هارفارد لقوا ان كبار السن اللي عندهم تواصل اجتماعي نشط معدل تدهور الذاكره ابطا بكتير. ونروح لرقم خمسة، التوتر المزمن. عارف احساس لما تبقى مشغول من كل ناحيه، شغل، بيت، مسؤوليات، وجسمك طول الوقت حاسس انه في حاله حرب؟ ده اسمه التوتر المزمن. في الطبيعي التوتر ده بيطلع مواد كيميائيه تديك يقظه وطاقه علشان تواجه المواقف دي، لكن لو الحاله دي طولت المواد الكيميائيه دي بتتحول لسم وتبدا تبوظ خلايا في المخ، وتمنع كمان تكوين خلايا جديده، والنتيجه اكيد بتكون الذاكره بتتاثر بشكل مباشر. طب هو ازاي نحافظ على الذاكره دي؟ رقم واحد، الحركه والرياضه. كل ما الدم يوصل للمخ اكتر الخلايا بتشتغل احسن. رقم اتنين، الاكل الصحي. المخ محتاج دايما غذاء متكامل زي الاحماض الاوميجا 3 اللي موجوده في السمك، وفيتامينات كمان زي بي 12، ومضادات اكسده زي اللي في الخضار والفواكه. ونروح لرقم ثلاثة، المخ زي العضلات، لو مرنته يبقى قوي والعكس اكيد. حاول تجرب تتعلم لغة جديدة أو مهارة نفسك تتعلمها تكون عندك علشان تمرن مخك على طول. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ولو في حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبها لي في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.